السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مسقعة بطريقة سهلة جدا وصحية وخفيفة قوي. هنجيب باذنجان رومي، هنقطعه كده شرايح ونحطه في صاج وندهنه زيت بسيط جدا، وندهن الصاج زيت برضو، ونشغل الفرن على درجة حرارة على الرف اللي في النص، وندخل الصاجات على الرف اللي في النص لحد ما يتحمر معانا كأنه زي المقلي بالظبط. شايفين الباذنجان ولونه عامل ازاي؟ ونعمل الفلفل كذلك برضو، بس الفلفل محطش عليه زيت ولا اي حاجه، ندخله زي ما هو كده. البطاطس بس عايزه تحمريها في الزيت حمريها، عايزه تحطيها برضو في الفرن براحتك، بس انا هنا حمرتها في الزيت. بس بقيه الحاجات عملتها في الفرن خفيفه جدا. هنجيب بقى صينيه على النار كده او حله، نحط عليها معلقتين سمنه، وننزل عليها فصين توم مهروسين، هنشوحهم كده لحد ما يحمروا معانا حاجه بسيطه كده. هننزل بقى بشويه خل كده صغيرين، يدوب معلقه خل صغيره، ونكون عصرين طماطم. هننزل عليها لحد ما تتسبك، نسيبها بقى على النار لحد ما تتسبك معانا خالص. هنا بعد ما اتسبكت معايا ننزل عليها بالملح والفلفل، معلقه ملح ومعلقه فلفل، ربع معلقه يعني ربع معلقه صغيره كده فلفل اسود، وكزبره ناشفه. هنقلبها بقى كده في الصلصه. هننزل بقى عليها بالخضار اللي احنا عملناه. هنا هنحط بقى البتنجان، حلو جدا، احلى من المقلي بكتير وخفيف جدا. ياريت متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والبطاطس والفلفل، هنقلب بقى كل الخضار ده في الصلصه يا دوبك ياخد غلو، ونحط عليها كوبايه ميه، نقلبه كده كويس. نحط عليها شويه ميه كده صغيرين، بعد كده ناخدها غلوه كده على النار وندخلها في الفرن. انا بعد ما دخلتها في الفرن وطلعتها حلوه جدا وخفيفه قوي، متحسش ان تاكلي حاجه يعني تقيله. يا ريت تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنساش بتعليقاتكم. 7 على صفحه